الاهلي بطل الافريقية، البطولة رقم 184 في تاريخ الاهلي، والبطولة التانية في 5 ايام بعد السوبر المصري، والبطولة رقم 11 لكولر مع النادي الاهلي. الاهلي في ظرف 3 سنين عمل الجلاشة مع عرب اسيا وابطال اسيا. مع عرب اسيا في اخر 4 سنين كسب الدحيل 1-0، وكسب الهلال السعودي 4-0، وكسب اتحاد جدة في جدة 3-1، واخيرا العين الاماراتي في القاهرة 3-0. اما برضه في اخر 3 سنين مع ابطال اسيا اللي هو كان العين يعتبر الاهلي كسبه من ضمن عرب اسيا وابطال اسيا، ونادي اوروا الياباني كسبوا برضه 4-2 في كاس العالم للانديه، ونادي الهلال السعودي برضه من عرب اسيا وبرضه كان بطل اسيا الاهلي كسبه 4-0. اذا الاهلي بطل الافريقيا الاسيويه. تقول لي بطوله وديه، هقول لك ابو ريده بيعمل ايه على المنصه في استاد القاهره، وزير الشباب بيعمل ايه على استاد القاهره، الخطيب بيعمل ايه على منصه استاد القاهره. هيسلموا بطوله وديه، احنا بنحب الودي. الاهلي هينتظر الفائز من ديربي امريكا بين